الناس توقعت أن يكون هناك موقف من الحوزة شبيه بالموقف الذي وقفته مع الاحتلال البريطاني. الآن هناك موقف محايد من القوات الأمريكية، لماذا؟ يعني ما هو الفرق بين قوات الاحتلال البريطاني في القرن الماضي والقوات الأمريكية في مطلع هذا القرن؟ يعني هناك تقول معادي وهنا محايد، يعني محايد، يعني لا مع ولا ضد. يعني ما هو الفرق بين يعزى إلى أمرين؟ أولا صدام ما كان ما خلصوهم من صدام حتى يكونوا الموقف محايد في حينها يعني. والشغلة الثانية والأهم لعله الفقهاء أفتوا بمجابهتهم في حينها، هم الآن فقهاء ماكو أصلا. في حال بقاء القوات الأمريكية في العراق ماذا سيكون موقفكم منها؟ نعم، ما عندي موقف شيء أصلا، ما له علاقة سواء بقاء أو طلع، إنما هذا يرجع إلى فتوى الحاكم الشرعي ولا لست حاكم الشرعية. ألا توجد فتوى للحاكم الشرعي بخصوص القوات الأمريكية؟ خب اكو فتوى بعدم الجهاد، خب طبعا هذا موجود، مع عدم امكانه كذا وكذا يسقط الجهاد بل يحرم. يعني الآن موقف الحاكم الشرعي من وجود القوات الأمريكية الذي تفتون به للناس ما هو بالضبط؟ كيف يتعاملون معها؟ كل عدو كبير لا يمكن مقاومته اوقف عنه سواء كان تحالف او غيره. يعني التعامل معه وعدم التعاون ممكن أن نصفها بهذا الوصف؟ ايه، لا سلبي ولا